احنا بنجهز لحلقه يوم السبت في الاحتفاليه بتاعت الثانويه بتاعت الراديو بتاعنا ايهاب، حلقه قنبله. هتبقى حلقه قنبله باذن الله. فقلنا النهارده نعمل برومو كده صغير او بروفا للحلقه. منوريني بجد على القهوه. والله انت منورنا اكتر يا شريف. هنروح بس الفاصل سريع ونرجع تاني. اسأليني يا حبيبتي عاللي داير في البلاد اللي فيها صدره حلمي وباعوا صوتي في المزاد. اسأليني يا حبيبتي عاللي داير في البلاد اللي فيها صدره حلمي وباعوا صوتي في المزاد. اسأليني عن ولاد شفتهم بعنايا دول جربوا كل الحلول وبيفشلوا بالاجتهاد. احكي ليكي 1000 قصة من حكاوي التعبانين اللي عايش نص ميت واللي ميت من سنين. احكي ليكي 1000 قصة من حكاوي التعبانين اللي عايش نص ميت واللي ميت من سنين. اللي نص كلامه كحة واللي شاف خمارة رحة واللي اكل العيش دبحها دايرة دور عالسكرانين. اللي نص كلامه كحة واللي شاف خمارة رحة واللي اكل العيش دبحها دايرة دور عالسكرانين. زحمة 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 وفيها ثروة من فلوس تعمل جبال. اسأليني عن كباري نايمة تحتيها العيال اللي نامية وفيها ثروة من فلوس تعمل جبال. اسأليني عن كباري نايمة تحتيها العيال. اسأليني عالغلابة واسأليني عالتقال. اسأليني عالديابة واسأليني عالفساد. اسأليني عالغلابة واسأليني عالتقال. اسأليني عالديابة واسأليني عالفساد. زحمة 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 زحمة. اسأليني مش معنى صابع المقاسم والهنا اقولك اني كنت واحد من الغلابة الاغبياء. اسأليني مش معنى صابع المقاسم والهنا اقولك اني كنت واحد من الغلابة الاغبياء. اللي صبروا في انتظار المعجزات والأنبياء اللي فاهم الوهم فجأة لقى كفر ومعاد. اللي صبروا في انتظار المعجزات والأنبياء اللي فاهم الوهم فجأة لقى كفر ومعاد. برضو قلبه طاير كعب داير في البلاد. زحمة 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 زحمة. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم على قهوة بلدي. شريف شعبان ومحمد طارق وإيهاب مصطفى. محمد، احنا كنا عاوزين نتكلم شوية عن الحلقة بتاعت يوم السبت. الحلقة بتاعت يوم السبت بصراحة عايزين نقول للناس ان احنا فكرنا
يعني حبينا ما نقعدش نفكر لوحدنا، مش عايزين نفكر لوحدنا ونطلع حاجات مع نفسنا، عايزين نشاركهم معانا ازاي نعمل حلقه جامده. يا ترى طبعا عندنا فقره ناس ممكن موهوبين يجوا معانا، اللي شايف في نفسه موهبه في اي حاجه، في الشعر بيعزف، بيغني، عنده باند عايز يعمله، بيصور، اي حد عنده موهبه او عنده فكره عايز يعملها ممكن يجي يضيف معانا. حتى لو بيلعب كرة طايرة ممكن يجي يلعب معانا اي حاجة. ايهاب طب وانت عايزين معلش عايزين برضو هنعمل فوت بين عندكم وعندنا اكتر ناس بيسمعونا، ممكن نستضيفهم برضو. برضو حاجة تانية يعني. تمام، هندخل برضو صح زي ما هي بيقول، ممكن دي تمام، افكار يعني كلها معروضه. يعني احنا بنقول للناس اللي ممكن كتير قوي من اللي بيتابعونا على الجروب او البيدج بتاع البرنامج بتاعنا او بتاعكم قهوه بلدي او عقليه مصريه، ممكن يتواصل معانا ويبقى ضيف معانا في حلقه يوم السبت اكيد. صح، ممكن ان شاء الله. وبرضه انا بلخص كلامك في اي حد شايف في نفسه موهبه شعر او غناء ممكن يقدر يتواصل معانا. حلقه يوم السبت هتبقى فيها مفاجآت كتير وفقرات كتير جدا جدا، بنقول للناس تتواصلوا معانا. محمد انت حابب برضه تتكلم في ايه تاني على القهوه؟ انا بصراحه الفكره بصراحه اما انت قلت لي عايزين نعمل عقليه مصريه مع قهوه بلدي، انا انبسطت جدا. ليه؟ ان عقليه مصريه بتتكلم في نفس كلام قهوه بلدي، بس ده باسلوب وده باسلوب. فانا كنت حابين يوم السبت نوصل فكرتنا باسلوب او بفكره عقليه مصريه وباسلوب قهوه بلدي اللي هو الشيق. ولا ايه رايك يا هتوصل معايا مش هتوصل معايا في يوم السبت؟ اكيد برضو. اجيب لك شاي على القهوه ولا اي حاجه ولا؟ لا 5 كده وعايز هاخد واحد ينسون. انت عارف ما بشربش غير. طبعا احنا عاوزين برضو نقول للناس تتواصلوا معانا على صفحه على بيدج البرنامج عقليه مصريه، عقليه مصريه دوت تي في عقليه مصريه او برضو. هنروح بس نشرب شاي سريع كده سريع جدا ونرجع تاني. انا عايز قهوه. طيب وانا ينسون وقهوه وانا شاي. ماشي نرجع تاني. دوشة يمكن بس فيها الناس بساط، في أرضها شوية نشاط شوهت شكل البلاط. قهوة بلدي دوشة يمكن بس فيها الناس بساط، في أرضها شوية نشاط شوهت شكل البلاط. والغريب ما فيهاش غريب، كلهم نفس الملام. والغريب ما فيهاش غريب، كلهم نفس الملام. ناس بترفض اي عيب، قلبهم على طول سامح. اللي في جيوبهم قليل بس عامل انجازات، مصاصة يبدو عين استفشوار البنات. اللي في جيوبهم قليل بس عامل انجازات، جزء من مصروف بيوتهم يدفن الجار اللي مات. دنيا ناسها معروفين الغلابة الطيبين، دنيا ناسها معروفين الغلابة الطيبين. اللي يصحوا الصبح يشقوا ما يناموش لو
ولسه مكملين معاكم على قهوه بلدي. بوب، احنا كنت انت مجهز موضوع كده بسيط هنتكلم فيه النهارده. ده حاجه كده خفيفه عن الفيسبوك. لا طبيعي اللي انا بتلخبط يعني. هو كان بيكلمني انا وبيبص لمحمد. بص لي بيقول لي يا بوب، وانا قلت له اتكلم. تمام. الانتشار الفيسبوك اللي هو بعد الثوره، يعني مع انه كان طبعا سبب من اسباب حدوث الثوره، فهو دلوقتي بقى حاجه فظيعه جدا، وكل الاعمار السنيه ليه كله اكونتات، وكله فيه اكونتات فيك يعني. يعني بقى فيه اكونتات فيك بطريقه ما تتخيلهاش، واي حد عايز يتكلم في اي حاجه حتى لو كان عنده قد ايه، لو سنه 14 سنه هتلاقيه داخل بيتكلم في السياسه وبيقول رايه. يعني ممكن تلاقيه كمان لو عنده اعتراض ده غير الشتيمه اللي بتتقال، يعني الدنيا مباحه خالص. بس عايز قبل ما تشرح ليه اخترنا ده، انا عايز اقول بس احنا ليه اخترنا الفيسبوك النهارده. يعني احنا قبل ما نخش الهوا قلنا الفيسبوك، ليه اخترنا الفيسبوك؟ لما قعدنا نفكر مع بعض ايه اكتر حاجه تقدر توصلنا تعمل ميكس بين عقليه مصريه وقهوه بلدي. فالفيسبوك انت لو فكرت الفيسبوك عمل زي القهوه اللي احنا بنقعد عليها في اي حته، بقى دلوقتي الفيسبوك اي حد في اي مكان يقدر يتواصل عليه وبيحط فكره اللي هو عايزه. فده قلت ده الموضوع اللي ممكن يقدر يوصل بين عقليه مصريه وقهوه بلدي. ايه رايك يا شريف؟ لا وكمان الفيس دلوقتي بقى بيفكرني بزمان اول ما طلع الموبايل. انت معاك موبايل ايه؟ انا 3300 وانت ايه؟ اول ما طلع بقى والحاجات دي دلوقتي التليفون بيتكلم. لا دلوقتي حتى الناس الكبيره عندك اكونت على الفيسبوك، عندك اكونت على تويتر، فاهم؟ هو كل حاجه ما بتطلع جوجل بلس، فاهم؟ هو الشعب المصري بتاعنا بيحب بطبيعته الحاجه الجديده، بس انا شايف ممكن الفتره الجايه الناس تزهق من الفيسبوك وتشوف لها حاجه تانية. الشعب المصري ما بيستمرش متهيألي على حاجه. بس تفتكر ان الفيسبوك، انا ما افتكرش هو هيمشي ليه بقى؟ ان هو دخل في العادات، يعني انضم للعادات والتقاليد دي الشباب المصريه. ما هو انت عشان عايش في الفتره دي، انت عايش فاهم في فتره الثوره والشباب بقى الفيسبوك وبتاع. يعني معلش يا شريف ممكن اقول حاجه؟ هو الفيس دلوقتي بقى عامل زي الهواء والميه اللي داخلين جسمنا، ما تعرفش تعيش من غيره. يعني في واحد صاحبي بيقول لي انا يعني ممكن افضل فاتح الاكونت بتاعي وانا مش موجود في البيت، وحتى لو موجود يعني لو ما فتحتهوش يعني هو مش موجود وبره البيت مثلا في فرح ولا خرج يعني راح مشوار، بيسيبه مفتوح. لو اتقفل يوم بيبعتوا له مسجات على الموبايل انت ما فتحتش الفيس النهارده. انت شايف ان هو بقى ادمان يعني بقى يعني اصعب من الادمان. يعني انت مش هتعرف تبطله. بكره في حاجه ان هو الفيس ده اداه ان انا ابين الشخصيه اللي انا عايز اوريه، يعني عايز ناس تشوفني بيها. انا ممكن ما اكونش في، اكيد اي انسان فيه عيوب. الفيس بيخليك الواحد يخبي عيوبه على جنب، يعني بيخبي يعني العيوب بتاعتي، بيخليك حلو على طول. بيحليك انت اللي بتعمل الشخصيه بتاعت الفيس دي. يعني شفتي زي ما هو كويس قوي النقطه اللي انت بتتكلم فيها دي. كتير قوي بنشوفها اللي في ناس ما بتحط الصور على الفيس. لا فتيجي تقول لها لما تيجي تقول لها انت ليه ما يعني مثلا لو بنت بس لو سالتها انت ليه ما حطيتيش صورتك على الفيس، تقول لك اصل انا بتكسف. طب ازاي انت بتتكسفي وانت يعني حتى مثلا صوره نجمه تركيه اقل واجب هتقول ممثله امريكيه مثلا، ويعني مثلا سوري في اللفظ مثيره مثلا في الصوره، تمام؟ او ولد مثلا تاني مثلا حاطط صوره مش عارف حاطط بنت او حاجه، حاطط ايه. لا والاغلبيه تلاقي حاطين اعمار سنيه مختلفه تمام. بالذات الصغيرين وكليات غريبه قوي. الولاد الصغيرين والبنات الصغيرين مثلا تكلموا بعد ما تكلموا يقول لك لا ده انا عندي 15 سنه 16. طب يا حبيبي انت حاطط اللي انت عندك 35. لا عادي عشان بس اعرف اتكلم مع الناس. لا اصل انا بحبه بتاع المشكله دي حصلت لك قبل كده يا شريف ان حد مثلا يخش لك يعمل لك ادد ويكلمك يقول لك انت مين؟ فانت اكيد هتقول له لا انت اللي عامل لي اد. يقول لك طب انت ممكن نتعرف؟ ممكن نبقى اصحاب، ممكن نبقى فريند. ايه يا عم انت داخل تسحبني على الفيس؟ حصلت لي مع حد مختلف معاه سياسيا خالص، واحد وعمال بقى يتكلم وبتاع وفاكرني اللي انا مثلا تابعه في الحزب ويشتم وبتاع، وانا اقول له اخر ما زهقت، فاهم؟ المشكله بس يعني في الفيس زي ما انت قلت، انت بتتواصل مع ناس انت بتبقى مختلف معاهم خالص. دلوقتي بقى الموضوع خش اشتم، خش مش عارف ايه اللي مش عاجبه اي حاجه بوستات يعني في بوستات على طول 24 ساعه على طول. في ناس مثلا بتفبرك صور كتير قوي انتشرت، فاهم؟ حتت من افلام
ويحط عليها كلام الكوميك. ده الكوميك دي ده. دي دي, الكوميك. دي بتبقى جامده جدا. بس في حاجات بتبقى يعني انت متابع اخر كوميك نزل صاحبي؟ شفت الراجل ده؟ انا مش فاهم حاجه يعني منه. في حاجات كده فاهم، بحس الناس دي عاوزه ايه يعني فاهم. هو بالظبط، هو الفيس دلوقتي بقى اداه لاي. لا عالم لوحده. انا مثلا النهارده انا وايهاب مثلا بنحب الشريف، نجيب شريف نلقط له اي صوره حتى اللي هو بيتكلم عادي ونتخيل عليها احنا حاجه من مخنا ونرفعها له، بقى كوميديا زي حازم صلاح. الفيس ده كان هاري الدنيا، ده كان حازم بوظ صلاح الدنيا كان خالص. ناقص. الكوميك بيقفش اي حد ويتريق هو عليه. اي حد بقى بيتقفش يعني، حتى حتى راموس آه. المصريين ما سابوش يعني. اخر قفشه بقى دي ماتش ريال مدريد وبايرن ميونخ، اكيد انتوا تابعتوا المصريين يعني، ما سابوش حتى راموس اكتر ده من اتقالت لي. اكتر من الكاتالونيين نفسهم. ده انت قالت لي انت مدريدي، قلت له، قال لي ارفع راسك فوق، بصت عليها قال لي شفت كروت راموس ضيعها. كمية القلش. واكيد انتوا عندكم برضه فقرة في البرنامج بتاعكم بيتكلم عن كده. بس حلو اللي احنا دخلنا النقطه دي، كان قصدي نفتح النقطه دي عشان نخش اللي انا عايز اقوله دلوقتي، ان الفيسبوك المصريين خلوه يعني ضافوا عليه الغالب بتاعهم، ان اي حد مصري في اي حته يقول لك ده هو ده النكته بتاعتنا، هو ده اللي بيضيف الفكاهه بتاعتنا. ومعروف ان الشعب المصري هو بيتريق على نفسه باي حاجه، فالشعب المصري خلى الفيسبوك فيه جزء متريق على نفسه، بقى الفيسبوك اصلا مصري تقريبا. بص هو كان كنت يعني قاري مقولة الكاتب الكبير جلال امين، قال لك ان المصريين بتقل معاهم النكته كل ما يبقوا كويسين، النكت بتكتر كل ما يبقى في مشاكل. قال لك لو الدنيا كويسه ما تلاقيش فيه نكت خالص، اول ما الدنيا تضيق تلاقي حتى تحس عندنا بعد المظاهرات يعني فاهم من الكلام اللي كنت بضحك عليه، بس انا متاثر طبعا. الحاجات اللي كانت بتحصل مثلا في المظاهرات لما حد يموت، هو ايه اللي وداه هناك؟ الناس اللي ماتوا في بورسعيد، هو ايه اللي وداهم الماتش؟ لازم يعني انت غصب عنك بتلاقي الكلام بيطلع لوحده وتريقه. ولا وغير كده انت طالع لك برضه على الفيسبوك يعني شخصيه بارزه اعلاميه كبيره جدا، لازم كل مره تضحك عليها. توفيق عكاشه مش ينفع بنتكلم على الفيسبوك والراجل ده متهيالي يعني اكتر الاكونتات بتخش عشان تتفرج على الفيديوهات بتاعته يعني. ايوه يعني عامل مشاهده عاليه جدا. هو بصراحه توفيق عكاشه انا يعني ايه، هو ما حدش يقدر يتكلم عليه. هو بصراحه هو عمل اللي هو عايزه. ازاي؟ ان هو وصل كل الناس فكره واجبرنا نسمعه واجبرنا ان احنا نتفرج عليه. طب انا عايز اقول لك حاجه، انت تتفرج عليه ولا تضحك عليه؟ ما اتفرج عشان اضحك بس اتفرجت. اتفرجت. انا عايز اقول لك حاجه، اي حد دلوقتي خريج اعلام او اعلامي بيتمنى يتدرب في فرعين. اقول لك ليه اتمنى اتدرب، انا واحد اتمنى اتدرب في فرعين. ليه اتمنى اتدرب في فرعين؟ انا ما هتدرب في فرعين هغلط مره وهغلط 2 و3، ما حدش هيعاقبني، محدش هيحاسبك، فهتعلم في فرعين ازاي هغلط. انت عارف الكاست كله بتاع فرعين اشتغل وراح السي بي سي. يعني الكاست كله مراسلين يشتغل راحوا السي بي سي، فانت ما تغلط مره واثنين وثلاثه واربعه خلاص انت ما حدش يقول لك اصلا صاحب القناه بيغلط. فانت مفيش عليك اي مشكله كله يغلط. يعني كله غلطات يعني مع عذري للعكاشيات اللي بتحصل كل يوم. بس دايما بيبقى فيه غلط، ودايما بيفضل يزعق ويشتم ومش عاجبه اي حاجه. طب انت عايز ايه؟ طيب بالنسبه مش فاهمين لك حاجه. انت شويه مع المجلس العسكري وشويه ضده، شويه مع بتوع العباسيه وشويه ضدهم، شويه مش عارف مع مين كده. يا جماعه هننكد على الناس، احنا هنعمل حلقه احنا قلنا الناس النهارده نتكلم في اللايت شويه. بس يعني انا بتكلم عليه هو كشخصيه مش فاهم لها حاجه، فانا بقى اشوفه اول ما اقعد قدام التلفزيون بفضل اضحك عليه. بس طب يا شريف، احنا اتكلمنا شويه عن الفيسبوك، اتكلمنا عن توفيق عكاشه، تسمح لي بس اخد المايك منك كاني مذيع؟ طبعا القهوه قهوتك وكاننا زبائن عاديين. ماشي، لسه تحاسبوا انتوا في الاخر برضه. خلاص مفيش حد بيعدي كده. خلاص ممكن المهندس صوتي يحاسب، لان عمرو اللي بيحاسب مش موجود. لا عندنا دي خلاص. طب تمام ماشي. المهم تفتكر المره الجايه على القهوه ان شاء الله يوم السبت عايزين قلنا هنعمل حاجه قنبله، يعني الناس هتتمنى الحلقه ما تخلص، الناس هتقول لنا لا عايزين قهوه باردة مع عقليه مصريه على طول. تفتكر الناس تفضل تسمع برنامج طويل، فقره طويله، يعني الفقره في البرنامج يكون فقرات طويله، ولا فقره نص ساعه؟ بص عشان اتكلم معاك، هو مستمع الراديو على النت عموما بيبقى يعني او اللي بيشوف حاجه على النت بيبقى عاوز السرعه، صح؟ يعني ملهوش اللي هو يقعد كتير يقعد يتفرج على حاجه كتير بيمل. بس أيوة. انا بقول لكل مستمعينا سواء عقليه مصريه او قهوه بلدي، انت يوم السبت مش هتمل خالص، لان احنا يبقى عندنا فقرات كتير جدا. القهوه اولا عندنا متقسمه لفقره روحانيات وفقره كوميدي، عندكم برضو اكيد هتضيفوا فقرات من عندكم، يبقوا معانا ضيوف
في السياسه وفي الفن وفي المواهب، يبقى معانا ضيوف كتير جدا. كل اللي حابب يسمع حاجه، يتكلم عن حاجه، عنده مشكله حتى شخصيه، ممكن نقدر نتكلم فيها نفيده. في حاجه طبعا الامتحانات كمان جايه، ممكن هنتكلم عنها كمان الفقره الجايه، ازاي تقدر تذاكر تنظم وقتك. كل الحاجات دي هنتكلم. ايهاب واحمد هنروح، بس ايهاب محمد وهاب ومحمد. ايهاب وقضى اسهل لك. عارف محمد دي. بص اقول لك على حاجه عشان ما تلخبطش. ايهاب ابو نضاره وقضى ابو نضاره. ما عرفتكش انا كده بقى. طيب احنا نروح بس نشرب شاي ونرجع تاني مع مهندس صوت ابو نضاره برضه. اللي عايز يقعد يقعد، واللي عايز يمشي يمشي، من كل قلبي بقوله معلش. اللي عايز يعيش يعيش، واللي عايز يموت يموت، الدنيا ما بترحمش معلش. واللي راضي عن حياته فاهم الكون ده بلغاته، ساعات بيستغرب معلش معلش معلش. ما تقفش معلش، مسحها في وشي، مفيش حاجة اسمها معلش. فمعلش معلش، ما تخافش ما تزعلش، ما تقفش، مفيش حاجة اسمها معلش. فمعلش معلش. لو الكبير بيفهم ما كانش سابني اعيش غضبان، كان عالجني واحتواني وحبني كده زي زمان. لو كان صحيح بيفهم كان شدني من وداني، بس مش حقه يموتني. معلش معلش معلش، ما تقفش معلش، مسحها في وشي، مفيش حاجة اسمها معلش. فمعلش معلش، ما تخافش ما تزعلش، ما تقفش، مفيش حاجة اسمها معلش. فمعلش معلش. معلش مسحها في وشي، مفيش حاجة اسمها معلش. فمعلش معلش، ما تخافش ما تزعلش، ما تقفش، مفيش حاجة اسمها معلش. فمعلش هذا البرنامج برعاية سخانات سبيد هيت. عايز سخان حجمه صغير ويوفر 60-70% من الكهرباء، يا ريت. وكمان يعمل على ضغط المية المنخفضة. معقولة؟ طيب عايزه كمان يكفي المطبخ والحمام، هو في كده؟ وتاخد عليه ضمان 5 سنين، وتكون صناعة مصرية بمكونات أوروبية. ها؟ والصيانة وقطع الغيار متوفرة كمان. فين ده كله؟ كل ده مع سخان سبيد هيت. لو عايز سخان سبيد هيت اتصل بينا على 4610-2868 أو محمول 012-222-8438 أو فاكس 461-05722. سبيد هيت، التطور الطبيعي للسخان.
ولسه مكملين معاكم في الميكس بتاعنا الجميل ده، ووصلنا معاكم لفقرة الاهداءات. تسمح لي يا شريف اقول الاهداءات بتاعتنا الاول؟ هنقول اسلام محسن عايز كذا مرة عايز يسمع احلم معايا، فهنحلم مع اسلام محسن وهنسمع اسلام محسن. النبي عايزك عبد تركز معايا شوية بس انه ده اسلام محسن احلم معايا، حمزة نمر. ولسه مكملين معاكم على قهوة بلدي وعلية مصرية، والاهداء الجاي معانا من سلمى، حابة تسمع اغنية لشيرين مسؤولة منك. نروح نسمعها ونرجع تاني. تشيل عني همومي تدلعني، وانا متضايقة في يوم تسمع
ده لسه مكملين معاكم على قهوة بلدي وعقلية مصرية. وحد عايز يقول اي حاجة قبل ما اطلع بالاهداء اللي جاي؟ حد عنده اي اقتراح؟ كنت قاعد بس ولع على الحجر ده يا شريف. ماشي حاضر هنعمل. تمام وانا اقول الدخان ده جاي منين؟ محتاج انت قاعد تشيش جنبي. ماشي اوكي يا بوب. خف شوية حاضر. عايز الصدر مفتوح بقى. الاهداء الجاي معاك ايه يا بوب؟ معايا امال ماهر، ربنا يخليك ليا. دجلة. نسمع لمحمد دجلة ربنا يخليك ليا، نرجع لكم مرة تانية. رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم على قهوة بلدي وعقلية مصرية. في بقى دلوقتي الاهداءات بتاعت قهوة بلدي. في الاهداء جاي معانا يا بوب ويا محمد، صح؟ تمام كده. ايوه صح اوعى تتلخبط. لا تمام. منها محمد حابة تسمع اغنية لمصطفى قمر بسلم عليك، نروح نسلم عليه ونرجع تاني. بسلم عليك علشان لقيتك مرة واحدة وحشتني. بسلم عليك ده انت اللي كان حضنك زمان بيضمني. بسلم عليك علشان لقيتك مرة واحدة وحشتني. بسلم عليك ده
انت اللي كان حضنك زمان بيضمني. صعب عليا اداري حنين عاش جوايا بقاله سنين، نفسي اطمن بيك يا حبيبي ولو مش جاي بديلك. ليل ونهار انا هستناك، قلبي في نار والجنة معاك. شوف هيجيني وشوف هياخدني ومش هرتاح غير وانا وياك. بسلم عليك. لكم مرة تانية أنا برضو لسه مكملين معاكم على قهوة بلدي وعليا مصرية. في معانا إهداء هو غريب ومريب يعني مش فاهم. هو عادل الجمال عايز بحبك وحشتيني، بس هنسمعها لحسين الجسمي مش لأنغامي عادل. وحشتيني بحبك وانت نور عيني، ده وانت مطلع عيني بحبك موت. لفيت قد ايه لفيت ما لقيت غير في حضنك بيت، وبقولك انا حنيت بعلو الصوت، وكأن الوقت ببعدك واقف ما بيمشيش، وكأنك كنت معايا بعدتي وما بعدتيش. في دم حبيبتي وأمي وزي ما أكون ببتدي أعيش. وبحبك وحشتيني بحبك وانت نور عيني، ده وانت مطلع عيني بحبك موت. ولسه مكملين معاكم قهوة بلدي. وبعد ما محمد حرق الحجر لان طبعا زود له الولعة وهنسمع اغنية اللي جاية اهداء لمحمد عادل. محمود العسيلي، احساسك ايه النهاردة؟ إحساسك إيه؟ ايه بقى؟ احساسك النهارده وانا جاي لك في بيتك، جاي اقول لاهلك قد ايه انا حبيتك، جاي للبيت بحاله نتكلم يوم بطوله، جوه قلبي الكلام بس يا رب اعرف اقوله. واكيد قلبك بيرقص واكيد قلبك قلقان، ما انا برضو زيك واكتر مستني من زمان. اليوم اللي تبقي فيه دايما حواليا، افضل احبك واشيلك جوا عينيا. اليوم اللي تبقي فيه دايما حواليا، افضل احبك واشيلك جوا عينيا. اقرب الناس لقلبي جايين كمان معايا، ده ابويا ودي امي واختي طبعا عارفاها، وطبعا ابن خالتي قاعد في البيت مستني مش عايز يكلمني اصله خايف اكتر مني. واكيد قلبك بيرقص واكيد قلبك قلقان، ما انا برضو زيك واكتر مستني من زمان. اليوم اللي تبقي فيه دايما حواليا، افضل احبك واشيلك جوا عينيا. اليوم اللي تبقي فيه دايما حواليا، افضل احبك واشيلك جوا عينيا. ولسه مكملين معاكم على قهوة بلدي وعقلة مصرية. والإهداء الجاي معانا من صديق البرنامج أحمد زيمو، حابب يسمع أغنية لمي سليم كنت ماشية. نروح نسمعها ونرجع تاني.
لسه مكملين معاكم وفي اخر حاجه وصلنا لها مع بعض دلوقتي، وكان بصراحه كان نص ساعه خفيفه كده، رب نكون خفاف جدا عليكم، وكنا خفاف على شريف برضو ولا ايه يا ايهاب؟ يا رب نكون خفاف دايما عليكم. لقينا في مشاريب صح؟ لا انا واخد واحد قهوه وحجرين، كان بيلعب مش عجباني يعني كتير قوي، والحساب بتاعكم كتير، بس بجد منورني بوب وقاد كل مستمعينا، سواء مستمعين برنامج عالية مصرية او قهوة بلدي. طبعا كلنا نبقى مستنيينكم في حلقة يوم السبت. بص مش عايزين احنا اللي تستنونا ولا ان احنا اللي نستناكم، عايزين الناس اللي تستنانا. انا عايز الاقي كم كبير جدا الناس مستنينا بصراحه. انا بصراحه الحلقه دي يا جماعه احنا تعبنا لها تعب وهنتعب لها تعب جامد جدا، فيا ريت يعني الناس تستنانا وتشوف تعبنا ده عامل ازاي وتقيمه لنا، ومستنيين التقييم بتاعكم، وربنا يوفقنا وتابعونا دايما، ويا رب ويا ريت برضه النقطه اللي انت اتكلمت فيها الناس تتواصل معانا، اللي عنده اي موهبه في الغناء او في الشعر يقدر يتواصل معانا وهيبقى ضيف عندنا في البرنامج. ناكد عليهم فعلا عنده اي موهبه يجي لنا في الاخر. طبعا اللي بيتواصلوا معانا من المستمعين هيقدر برضه هيبقوا ضيوف علينا. بشكركم جدا، ويا رب نكون ضيوف خفاف على الناس يا رب. بس قبل ما نقفل وقبل ما نختم، احمد زيكا بيقول لأذى انت هتاخد المايك كله لوحدك. لا برب يكون خفيف عليكم النهارده، وشكرا ليكم والسلام عليكم. زمان ويروح زمان، يجي زمان ويروح زمان، ولكل الزمان حكاية، ولكل حكاية لسان، ولكل لسان طريقة يقول بيها الحقيقة، واحنا حكايتنا واحد، حكاية الإنسان، حكاية الإنسان هي الحكاية، هي الحقيقة. مارد وفارد في الجبل طوله، ما حد دابه ولا حد جنبه. من هو اسم الولد احمد، والاب اسمه شبيب، حبيبته على جده من قلبها تودده. مين هي اسم البنية زينة، الجسمة والنصيب هما الاتنين سوا، الضحكة للشفايف، الشفة للموال، والزانة للخيال. أصل الولد شاعر جوه عذاب واعي، أصل الولد شاعر جوه عذاب واعي، مشواره للآخر، مشواره للآخر، والرجال